سيدنا إدريس عليه السلام كان نبي من أنبياء ربنا، وربنا سبحانه وتعالى وصفه بالنبوة والصديقية في القرآن الكريم، وقال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس عليه السلام كان أول واحد اتوهب النبوة من بني آدم بعد شيس عليه السلام، وعاش حوالي 308 سنة بعد سيدنا آدم، وفي ناس قالت إنه عاش 622 سنة، وكمان كان أول واحد يكتب بالقلم زي ما اتقال في رواية عن ابن إسحاق. وربنا عز وجل رفعه المكانة عالية جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قابله في رحلة الإسراء والمعراج، وكان في السماء الرابعة. في روايات كتير عن نسب سيدنا إدريس، وأرجحها إنه إدريس ابن يرد ابن مهليل، وكان اسمه برضه أخنوخ. واسم إدريس جه من كثرة دراسته وتفكيره في الصحف اللي نزلت على سيدنا آدم وشيس عليهما السلام. وكمان كان في قول إنه كان أول واحد يخيط الملابس ويكتب بالقلم، لكن كل الحكايات اللي اتقالت عنه دي من الإسرائيليات، يعني حاجات بنستأنس بيها مش دايما نقدر نأكد صحتها. ولادة سيدنا إدريس عليه السلام ونشأته، العلماء اختلفوا في مكان ولادته، في اللي قال إنه اتولد في بابل بالعراق، وفي اللي قال في مصر، وده اللي رجحه علماء كتير. سيدنا إدريس كان ثالث نبي للبشرية بعد سيدنا آدم وشيس عليهما السلام. بدايته مع الإيمان كانت إنه اتعلم العلم لما نزل على شيس ابن آدم ودرسه كويس وطبقه لحد ما ربنا أكرمه بالنبوة، وبدأ يدعو الناس لشريعة سيدنا آدم وشيس عليهما السلام، لكن أغلب الناس عصوه واتبعوا عدد قليل. سيدنا إدريس دعا قومه للإيمان بالله الواحد بسبب الفساد اللي حصل بعد آدم وشيس، زي النزاعات والظلم وعدم الالتزام بشريعة ربنا. ناس قليلة رجعت للطريق الصح، لكن الغالبية حاربوه، فسابهم وسافر لمصر، وقف عند النيل يسبح ربنا ويدعو الناس للأخلاق والطاعة، وعاش في الأرض حوالي 800 سنة، وبعدها ربنا رفعه للسماء الرابعة زي ما اتقال في القرآن: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. القرآن الكريم ذكر سيدنا إدريس عليه السلام في أكتر من موضع، وأكد إنه واحد من أنبياء ربنا اللي لازم نؤمن بيهم. ومن الآيات: اذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وكمان الآية: وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين. وأهل التفسير اختلفوا في موضع وفاته بسبب الآية ورفعناه مكانا عليا، والتفسير الأرجح إنه اترفع فعلا للسماء الرابعة بجسمه وروحه، والنبي عليه الصلاة والسلام شافه هناك في رحلة المعراج. في روايات بتقول إن ملك الموت نزل بأمر من ربنا وقبض روحه في السماء الرابعة، وده يخليه مختلف عن سيدنا عيسى عليه السلام اللي اترفع للسماء بس لسه روحه ما اتقبضتش، زي ما ربنا قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ودي كانت المعلومات اللي نعرفها عن سيدنا إدريس عليه السلام.